ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده زي ما احنا متعودين دايما نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى هنعمل طريقه الفينو، اسهل طريقه لعمل الفينو. بجد ما فيهوش ولا غلطه، هينجح معاك ان شاء الله من اول مره. بس انت تابع معايا الخطوات كويس جدا. شايفين الفينو قد ايه؟ هايش من جوه، مش مكتوم، طري. بصوا كاني ماسكه حته قطن بالظبط. بجد حاجه كده تحفه. شايفين طراوته؟ بمقادير سهلة جدا. مش هنضيف ولا لبن ولا بيض ولا الكلام ده كله. مية ودقيق وحبة سكر وحبة خميرة. بصوا، بصوا قلبه من جوه. حتى وانت بتفتحي بتحشيه طري جدا. وريحته وطعمه حاجة كده تحفة بجد. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي مع بعض. اول حاجة كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة، عليهم معلقتين ونص من السكر، ومعايا هنا كوباية من المية هستخدم نصها. المية دي دافية. هدوبهم بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هضيف حوالي انا هعمل نص كيلو دقيق. هضيف حوالي من نص كيلو دقيق، حوالي كده 6 معالق من الدقيق. هدوب بقى كويس كده زي ما انتم شايفين. هنا المرحلة دي مهمة جدا. هغطيهم بقى واسيبهم يخمروا شوية كده، وبعد كده هنكمل عجن. الخطوة دي مهمة جدا في عمل الفينو. هسيبهم بقى شوية كده اهو زي ما انتم شايفين. اهو كده بعد ما اختمروا معايا كده الخميرة ناجحة جدا. هضيف بقى على الخميرة اللي احنا عملناها الاول، ركنتها ربع ساعة، وبعد كده ضفت عليها معلقة كبيرة من الخل وحوالي ربع كوباية من الزيت، وهضيف عليها بقى النص كيلو دقيق، وابتدي بقى اعجن. انا كل اللي استخدمته حوالي كده كوباية من المية. انا استخدمت حوالي كوباية من المية. مش هقدر اقولك تستخدمي قد ايه مية، انت خلي الكوباية جنبك وحطي بالشوية. اول ما تلاقي العجينة محتاجة مية زودي مية، عشان انواع الدقيق بتبقى مختلفة، كل نوع دقيق بيختلف عن الاخر. اهي بعد ما اتلمت معايا هاخدها بقى على الرخامة كده، وابتدي بقى ايه اعجن فيها كده كويس جدا. لازم تخدميها كويس جدا في العجن. يبقى كل اللي استخدمناه ايه؟ نص كيلو من الدقيق، معلقة من الخميرة، معلقتين ونص من السكر، ربع كوباية من الزيت، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. بس ما ضفناش اي حاجة تانية. وبجد الفينو طالع طعمه تحفة. انتوا هتجربوها تحكموا بنفسكم. اهي العجينة ابتدت تلم معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، عايزة تاخدي عجينة ناجحة اخدميها كويس جدا في العجن. بجد العجينة ما شاء الله. بصوا احنا عايزين ملمس العجينة ناعمة في ايدك بس ما بتلزقش في الايد. هسيبها بقى تخمر. اهي بعد ما اختمرت معايا ابتدي بقى اشكلها. كور كده. هو النص كيلو عمل معايا 10 ترغفة. هشكلها بقى كلها كور كده، وبعد كده بقى اشكلها على شكل اصابع الفينو. بجد العجينة ممتازة جدا. هاخد بقى اول كرة انا شكلتها، ابتدي بقى افردها كده، وبعد كده بقى الفها ايه على شكل رول كده، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وانت بتلفي كده تضغطي عليها،
وفي الاخر خالص اخر حتة دي لازم تقفليها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، وتخليها الحتة اللي انت قفلتيها دي تخليها من تحت في الصينية. كل حاجة واضحة قدامكم كده. هو الحجم ده مناسب جدا. اهم حاجة تقفلي كويس جدا وانت بتلفي كده. اهو بعد ما شكلته زي ما انتم شايفين كده وسبته يخمر، جبت بقى حوالي معلقة من السكر عليهم معلقتين من المية كده ودوبتهم كويس جدا، ودهنت الوش. اهو ما شاء الله بعد ما خرج معايا من الفرن، بصوا حاجة كده تبارك الرحمن، بجد ريحته قلبت البيت. بصوا طري قد ايه، بصوا كأنك ماسكة حتة قطن بالظبط. بجد هينجح معاك ان شاء الله من اول مرة. وحجم الفيل مناسب جدا. بصوا قلبه من جوه، بجد جميل جدا. اتمنى تجربوه بنفس الطريقة. بصوا طرابته خفيف جدا، مش مكتوم ولا اي حاجة، والسوا بتاعه مظبوط جدا. انا سخنت الفرن من قبلها وبعد كده دخلته على فرن درجة حرارة 180. شغلت الشواية من فوق ومن تحت. هو اصلا ما بياخدش وقت خالص في الفرن. مقادير موجودة في كل بيت. اتمنى بقى تجربوه بنفس يا ريت بقى لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.